لعبوا مع سيمبا في القاهرة مباراة فاصلة، وفاز الوداد وصعد عشان يلعب في دوري المجموعات. وأول هدف اللقاء للنادي الأهلي محمد ناجي جده. لسه بنحكي عن مشوار الوداد، ولكن مشوار جده إلى شباك فريق الوداد بهدف رائع لمحمد ناجي جده. كان له بصمة مع المنتخب المصري في أفريقيا 2010 بأهدافه الخمسة. قدم من الاتحاد السكندري عشان يشعل الملعب ويسجل للأهلي في الدقيقة 36 أول أهداف اللقاء من خطأ تكرر كثيرا من دفاع الوداد، ودفاع الوداد لم يفطن للخطأ. وادي أمامنا كرات الأهلي اللي في العمق. شوف أمامنا لمسة أبو تريكة وتحرك من محمد ناجي جده لكسر منطقة التسلل، ويلاحقه يوسف رابح، لكن الرابح هو ناجي جده. محمد ناجي جده يسجل أول أهداف اللقاء للنادي الأهلي المصري بعد مرور 36 دقيقة. هدف أمامنا هو رائع. سجل في إطار هذه البطولة في فريق نادي أدوانا ستارز الغاني، وسجل أيضا في مرمى فريق نادي. هدف التعادل هنا في هذه اللقطة، هدف التعادل لفريق نادي عن طريق اللاعب عبد الرحيم منكجان. هدف التعادل في بداية الشوط الثاني. هذه أمامنا كرة الثابتة، كرة ملعوبة واستغلال للكرات الثابتة، ويسجل عبد الرحيم منكجان هدف التعادل لفريق نادي الوداد في هذه اللحظات. 1-1. هذه دي كاستان. توقيت الهدف لفريق الوداد توقيت مهم للنادي الاهلي وتحركه. نتمنى يحافظ على النتيجه بعد ما قدم شوط اول حقيقه رائع وكان له الافضليه، لكن من خلال كره ثابته. شوف الكره الثابته ملعوبه من ايوب سكوما البديل. وادي امامنا هنا الصراع في الالعاب الهوائيه، وضربه راسيه ترتطم في ارض الملعب ثم بعد ذلك في باطن العارضه. صعبه جدا الكره اللي امامنا، يعني طبعا هنا الرقابه في هذه اللقطه. ادي امامنا قلب الدفاع اللي تقدم في هذه الكره، ومحاوله كانت من ربيعه للرقابه. اللاعب المتقدم هو قلب الدفاع عبد الرحيم منكجان صاحب هدف التعادل اللي بياتي لفريق الوداد في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني. 1-1. مباراه صعبه، مباراه يعني مباراه كبيره.